ارحب فيكم الساده المشاهدين معي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم كيفية عربي. الحلقه اللي طافت مع الكابتن بدر الشطي تعرفنا على كويت شابتر، عرفنا الشباب اللي تحديدا من فريق هوج كويت شابتر وطبيعه هذا الفريق ومتى تاسس وشنو يقدمون لهم وليش قاعد يقدمون لهم وشنو المسؤوليه اللي عليهم. لكن معقوله هالواجب اللي قاعد يسوونه وهالتواصل الاجتماعي والرحلات اللي خارج الكويت وبداخل الكويت ما في مشاكل تواجههم او تحديات او مصاعب او حتى مخاطر، خصوصا ان انا قاعد اتعامل مع الالات اللي ممكن تعرضك للمخاطر، الدراجات الناريه، وممكن ان انا اطيح لا سمح الله في اقرب مشكله. نتعرف على كل هالتفاصيل مع ضيفنا العزيز. حياك الله كابتن. الله يحييك، يا اهلا وسهلا. انا السؤال اللي في ذهني للحين، نعم. معقوله الامور سهله ماكو مخاطر تواجهني؟ انا قاعد اتعامل مع معده واله قد تكون حساسه، نعم. ودراجه ناريه وقد يواجهني في الطريق. نعم. انا ما اضمنه. اكيد. طبعا لابد من مخاطر الشارع. نعم. ومفاجآت الطريق. انت مثل ما تفضلت يعني آلة على تايرين بأبسط مشكلة أقل تخش شيء قدامك نعم التوازن يختلف. نعم 80 ل 90% الخطر موجود. فعساس انا دائما حتى لما اسولف مع الشباب ولا لما انصح اللي اصغر مني او اللي اجدد مني، لا تحط يوم من الايام انك انت قدرت على الآلة او صرت راهي على الآلة. الثقه هذه لا، هذه اخطر شيء. اذا انت حسيت نفسك وصلت حق الثقه هذه، يعني انت لازم تخاف على نفسك وتحاتي. لان اذا الله لا يقول اقل من ثانيه تسهى فيها، او ان هذا السكان بيد واحده ولا قاعد تصور لاهي بالتليفون، الله لا يقول حفره ولا شيء طلع بويك بالغلط، راح. اي نعم انت في خطوره عاليه، يعني عاليه. شلون تتعامل مع هالجانب كابتن؟ شلون توعي الفريق اللي معاك انه تعال ترى عليك مسؤوليه اليوم؟ نعم. وعليك ادراك ان نعم. الشارع خطر. احنا طال عمرك حتى بقعداتنا خارج الدراجات وبدراجات الحوار دائما توعيه. سلام. يعني مع افريقيا الثانيه، مع عيال ربعنا ما لهم شغل بالدراجات، الحوار دائما انه يكون سلامه الشخص. انت وراك اهل، وراك ام ابو عيال اسره. نعم. فانت لازم تكون حريص على نفسك. عطاري. نعم. اسف على المقاطعه. لا اخترعت. شيء طرى على بالي. انتوا بس طلعوا رحله واستمتاع ولا لا في دوسه لا دوسه قصدك سباقات؟ لا اكيد. احنا رحلات ثقيله كلاس. نعم. دعواتي ننعزم ايفنتات تصوير. نعم. رحلات ترفيهيه نسوي حق الشباب. دورات تعليميه. معقول. نعم. تطلعون مثلا اذا احد وجه لكم دعوه تروحون؟ نعم. تلبون الدعوه؟ اكيد. اعتقد انه بعد الجامعات نعم. احنا حضرنا جامعات. نعم. حضرنا قصر السيف. يا سلام. نعم. حق الاعياد الوطنيه. اي ايفنت، اي احتفاليه، بالعكس نكون سعيدين ولنا الشرف صراحه يعني. يا سلام. نعم. مسؤوليه وقاعده من الصبح ولا تستانسون؟ والله شوف، هي مسؤوليه وواحد ينشغل بالامور هذه، لكن بحب تسويها لانك انت حاب الشغله. يعني طفنا مرحله انك انت هاوي شغله، لا صدق نحبها. يعني تقصر صراحه على وقت بيتك، تقصر على راحتك انك قاعد، بس لما تشوف السعاده على ربعك وانت مستانس من داخل طاير، تسوى الدنيا وما فيها. والجو يساعد. نعم. جو الكويت في الاشتاد ما يحتاج. نعم. هل الكويت تعتبر وجهه سياحيه بهذا الجانب؟ يعني ممكن مرتادي ومستخدمي الدراجات الناريه وتحديدا فريقكم، واتكلم عن هارلي ديفيدسون، انه يجون من برا. نعم. مجاميع عشان يشاركونكم بهالاجواء؟ نعم طال عمرك. معقوله؟ اي والله. يعني يجونا من دول الخليج، من نعم. دول عربيه جدا. يعني فيهم عدد. وعلى هالطاري ان شاء الله بعد يومين ثلاث جاينا واحد من سويسرا. ما شاء الله. اي نعم. تو مكلمنا انه بيوصل ان شاء الله على الاسبوع الجاي، يبي يشوفنا، يبي يتعرف علينا، فقاعد نرتب له الامور على ما يوصلنا. طيب خليجيا احنا شلون يعني وضعنا في هالجانب؟ ممتازين. اللهم لك الحمد. مو قصورا باقي افريقيا، لكن احنا زينين. اعتقد على الخليج لو برتبهم، الكويت شلون تشوف ترتيبها؟ والله ان شاء الله الاولى. ان شاء الله. ونطمح ان تكون دائما الاولى. نعم. نعم. كمجموعه. نعم. والله شوف، مو قصورا بالباجي، الشابترات اللي ابو ظبي ومسقط والرياض وظهران فيهم خيل وبركه، لكن كلنا على قولتهم اي نعم كمل بعض. منو اكبر مجموعه؟ اتوقع الرياض.
كثافه سكانيه نعم عددهم طبعا كبير ها؟ نعم. يعني يوصلون ما بيعطيك احنا معلومات غير عددنا كم دقيقه. بالكويت تقريبا؟ احنا باذن الله طايفين 560 شخص. ما شاء الله. نعم والله عدد كبير. نعم. زين. رحلاتكم وين تكون؟ احنا عندنا طبعا سنويه رحله الى اوروبا. لازم لازم وين؟ اوروبا هذه والله ضروري طبعا المانيا، النمسا، إيه. سويسرا، ايطاليا، كمجموعه نطلع ويا بعض. وعندنا بعض الشباب يطلعون 3-4 تبع فريق الهوج، راحوا كل مكان بالعالم. كل مكان. كل مكان يتسجل باسم الفريق؟ نعم نعم يعني نعم. عندكم ريكورد؟ رحلات رسميه يطلعون لها، مو انه والله انا وصاحبي يلا خلينا نسافر. رحلات رسميه. يعني انا والكابتن بدر ومجموعه 5-6 نعم. طلعنا. نعم. نسجلها في ريكورد؟ في ريكورد وتندز ايميل حق الشركه الام وحق انه ترى عندنا رحله. نعم رحله نعم. وهذا في عندنا احنا برنامج سنوي يندز من المنظمه الام. ايه؟ ان ترى في شهر 1 ايفنت هني 2 هني 3 هني 4 اللي بيشارك. نعم نعم. ايه. تحط اساميكم واسامي اللي بيروحون ويشاركون. شارك. نعم شاركت انا باوروبا. ايه. 2024 رحت. ايش اللي فرق عن ان جروبك كويتي وجروبك هالمره لا؟ انت طلعت من النطاق المحلي الخليجي العربي رحنا عالمي. اي نعم. احنا طبعا رحنا تقريبا 17 شخص. سلام. من الكويت. تجربه جدا جميله. كانت لي اول مره اروح اوروبا واني اسوق دراجه ناريه باوروبا. طبعا الاجواء، الخضره، ما تشوف الجبال، لما يعني يصير تحدي بينك وبين نفسك بعز المطر الله. وانت بارتفاع 2000-3000 قدم فوق الارض، تحس يعني ابي اوصل. فلما توصل بسلامه المكان اللي انت تبي توصل له، فندقك او اي مكان، تحس ان انت يعني سويت بذلت مجهود، وانه برافو علي، اصفق حق نفسي ان انا عديت مرحله الخطوره اللي انا كنت مار فيها على اساس اوصل بسلامه. شنو تعلمت من هالرياضه؟ شنو اعطتك؟ اني اكون دقيق، وان عندي 5 عيون. اي والله، ورا ويمين ويسار وتحت. لما اكون على الدراجه طبعا لازم اكون حريص، لان مفاجات الطريق تيك يمين ويسار وشيء طاير من الخط الثاني جايك، يمكن لازم تكون حريص. تعلمت وايد. تعلمت اني اهدي بالي شويه. العصبيه ما تدري انت فينا بعد بالصيف حارين، خلاص تكون يعني راهي اللي يصير غلط قدامك تعداه وتحاشاه غير من سلوكك يعني؟ صرت اهدى. نعم. صرت بالشارع نعم. تركز اكثر. اكيد اكيد. وانا اقولها عن طريق برنامجكم، ماكو شخص راح يفيدك كثر ما انت تفيد نفسك او تخاف على نفسك. والله لان هذا طريق، هذا يعني هذه حياتك بين يدك على تايرين. بتعصب انت اللي خسران وبتنرفز ممكن يصير اي شيء. انت ما ركزت لها بتليفونك، انت بيصير فيك اي شيء. طيب هيك على مكان شوي حساس. نعم عادي. خضراتك مكلفه رياضتكم شوي. نعم وايد. نعم. قاعد تتحمل انت سنويا تكاليف الدراجه. نعم. واحيانا شحنها. نعم. واحيانا صيانتها. نعم. واحيانا تطويرها ويمكن تبيعها وتشتريها. نعم نعم. هذا مع جميع الدراجين. شلون يعني؟ اللي يحب الشيء بعد لازم يتحمل عشانه. أيه. لاجل عين تكرم مدينه. نعم نعم. فتقصر على نفسك في الامور شوي على اساس تعال تسوي الصيانه واذا تبي تسافر وتبي. هل وصلت لمرحله انه تدخر اموال علشان اروح اسافر هالرحله، او اني بسوي صيانه او بسوي ابجريد؟ مو انا، الكل. السلام. اي والله الكل. يعني اللي بخاطره سفره صدقني راح يكنسل سفره، يعني ابو يومين 3 راح ياجل سيرفس سيارته شوي هني، عرفت، على اساس يضبط دراجته حق الرحله الجايه. حق الرحله الجايه. نعم نعم. في بالك دراجه حتى الان لم تقتنيها وتود اقتناءها؟ اللهم لك الحمد، كل اللي تمنيته عندي اياه. اكثر من دراجه؟ نعم. معقوله؟ نعم. اعتقد ان تقتني تبيع ولا تتيم. نعم شريت وبعت، والحين عندي لا دراجتين هارلي ديفيدسون للسفر. السفر حق الكويت، بس هي تورنج يعني مخصصه على السفر، السياحه نعم. طبعا هي ما فيها سرعه صح؟ ولا فيها سرعه؟ يعني فيها سرعه بس انت ما تستخدم سرعه الا مجاميع. لا اكيد، احنا يعني اقصى سرعه نوصل لها يمكن 90-95 كوننا كمجموعه. لان انت كثر ما فيك كثر ما تزيد مجموعه انت شوي قاعد تاثر على المركبات اللي يمك. ايه. فما يصير تزيد السرعه حفاظا على سلامه الاعضاء اللي وياك.
وما تقدر تخفف السرعه وايد احتراما حق الاداب العامه وبالطريق، اساس تكون السرعه وسطى. اللي خالف الاداب العامه كابتن يستبعد نعم، ولا هي له لفت نظر اول شيء. معقول؟ نعم، لان انت قاعد تتكلم مو شخصك، انت قاعد تتكلم ككويت شابتر. انت ما راح تقول والله باكر تقول والله احمد ولا بدر اللي غلط. كويت شابتر شفناهم بالصوره الفلانيه، ولا كويت شابتر شفناهم ترى غلطوا وداسوا ولا طالعين بدون مثال سيفتي. فانت ما قاعد تمثل نفسك، ما دام لابس الفيست وعليه شعار كويت شابتر لابد ان نحترمه. عشان اخذ الشعار لازم نلتزم نعم بالضوابط. نعم. ما يتحسسون يزعلون شوي؟ اللي يحبنا ما يزعل. يلتزم. نعم، واللي يحب الالتزام صراحه، اللي يحب الالتزام ما يوخر. انا مره ثانيه يا كابتن الوقت خلص وياك. الله يحفظك. تصدق وانت قاعد تسولف حسيت ان احنا برحله كذي طالعين. الله ان شاء الله نحققها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. قواك الله. الله يقويك. كل الشكر والتقدير لك. شكر لكم. امنياتي لك الله وللفريق وتحديدا فريق هوك كويت شابتر بالتوفيق. وامنيه بقلبي ان في يوم من الايام انضم معكم. الساعه المباركه تشرفنا. يصير عندنا وقت. نعم. مخرجنا ومعدتنا يعطونا. تشرفونا باي وقت. ونطلع وياكم. الله يحفظكم. قواك الله. الله يقويك. الشكر والتقدير. مشكورين انتم ما قصرتوا. سادة المشاهدين، وصلنا معكم الى ختام رحله جميله جدا مع فريق هوك شابتر كويت اللي مميزين بهذا الجانب. نسال الله لهم التوفيق وان يحفظهم وان رحلاتهم كلها تكون رحلات نجاح واستمتاع ويحققون الاهداف اللي بالهم. هذه حلقه اليوم، على امل ان نلتقي واياكم بحلقات جديده. الى اللقاء.